رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى أخوات. رمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين. لكل متابعين ومحبين وعشاق رامز جلال ومقلبه، النهاردة هقدم لكم الحلقة التانية من مقلب رامز جلال، وبعد طول انتظار وصبر كبير جدا لمعرفة مين هما ضيوف تاني حلقة لرامز جلال، واللي كان توقعهم أصعب بكتير من توقع ضيوف أول حلقة، وهم أحمد السقا وباسم سمرة. وفي الحلقة التانية رامز جلال استضاف نجمتين مش بيطيقوا بعض، وبينهم خناقات ومشاكل كتير، وهم مي عمر ونجلاء بدر. بدأت حلقة رامز، وأول لما المقدمة وصلت مي عمر وجات لها المذيعة عشان تستقبلها، وقالت لها إن هما هيعملوا لقاء معاها. وبعد كده خضها رامز جلال وظهر وأخدها وراحوا يركبوا الأسانسير، وكانت مقلقة من رامز برضه لسه. وبعدين أخدها على الممر اللي فيه أعماله اللي قبل كده، المقالب والبرامج. وبعدها أخد مي عمر عشان يشرح لها أوضة الذكاء الاصطناعي، وقال لها لما تسمعي كلمة السر مني تقوليها علشان الباب ده يتفتح. وساب معاها المذيعة ونزل عشان يقابل نجلاء بدر، وبرضه المذيعة استقبلتها لما وصلت وقالت لها هيعملوا معاها لقاء صحفي هيتحط في أول الحلقة بتاعتها مع رامز جلال. وبيخضها رامز جلال برضه وبيظهر لها، وبعد ما بتركب المايك بيطلع برضه على أوضة المقلب والممر بتاع رامز، وبيقول لها برضه على كلمة السر لما تسمعها تقولها علشان الباب يفتح. وبيسيب معاها مذيعة وبيمشي، وبيقول لهم هما الاتنين في وقت واحد كلمة السر، الكلام في السيفون. وأول لما بيقولوها بيقعوا على طول، وبتتفتح الأرضية من تحتهم، وبيقعوا هما الاتنين وقعة خطيرة جدا. بيقعوا في زحليقة والاتنين بيخبطوا في بعض. لما بينزلوا وبيسألهم عن سبب خناقتهم وزعلهم من بعض. نجلاء بدر قالت إنها زعلانة من محمد سامي مش من مي، وحضنت مي قدام رامز. مي بتتعصب وبتقول إن أنا مش هكمل الحلقة دي. فرامز بيشغل السير اللي في الأرضية وبيطلع الناحية التانية كلب شرس، والسير بيتحرك ناحيته، يعني لازم يجروا الناحية التانية وإلا هيروحوا والسير هياخدهم ناحية الكلب. رامز بيهدد مي عمر هل هتكمل الحلقة ولا لأ، وأول مرة بترفض، فبيزود سرعة السير، فبتوافق إنها تكمل الحلقة بعد ما بتتعب من الجري. ونجلاء بدر وقعت واتخضت، ولما وقعت على السير اتعورت في دراعها جامد. بعدها رامز بيفتح النفق وبيقول لهم بما انكم اتصفيتوا خلاص ده باب الخروج، اخرجوا. بس بيخافوا وبيرفضوا، فبيطلع مسدس البنت بول وبيضربهم لحد ما بيوافقوا يدخلوا النفق ده. اول لما بيدخلوا مي عمر بتتضايق وبتتعصب وبتقول انها بتتخنق من الاماكن الضيقه. وبعدها بيعدوا على اوضه اللي بينزل رامز عليهم التمثال، بيكون مربوط بحبل، وبيرملهم علبه سبراي تغير لون شعرهم. وبعد كده بيفتح لهم رامز مكان الكوبري، وبيروحوا هما الاتنين يقعدوا على الكوبري.
رامز بيقول لهم كل واحدة فيهم تقول نكتة، بس هما الاتنين بيقولوا نكت بايخة ورامز ما بيضحكش، فبيتعصب رامز وبيفتح الكوبري وبيقعوا هما الاتنين في البركة. بعدها مي عمر بتتضايق لأن المية مش نضيفة، فرامز بيقول لهم إن ده الصرف بتاع الاستوديو، حمامات الاستوديو كلها بتصرف في البركة دي. بعدها بينزل لهم القفص وبيقول لهم أنا هطلعكم، فبيركبوا في القفص وبيطلعهم رامز جلاء وبيوديهم على أوضة فيها نعامتين. بس في الحلقة دي مرضاش يرمي عليهم أكل علشان النعام ما يعورهمش، بس في حلقة أحمد السقا وباسم سمرة رمى عليهم أكل لأن السقا كان ماسك لهم الجاكيت وبيحاول يخليهم يبعدوا. بعدها بيفتح عليهم التورنيدو، هوا شديد جدا، وبينزلوا في بركة تانية مش نضيفة برضه، ومي عمر بتتعصب أكتر. بيعدوا من البركة وبيكون رامز مستنيهم وبيقول لهم إن هدف الحلقة دي إن هم اتصالحوا بعد ما كانوا متخانقين وبيقطعوا في بعض. وبس تخلص الحلقة على كده. ما تنسوش تقولولنا في التعليقات مقلب السنة دي قوي زي ما توقعتم ولا مش قد التوقعات. كمان انا عاوزك تقيم البرنامج من 10 في الكومنتات. وبس انا كده خلصت، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. صلي على افضل الخلق سيدنا محمد وبس. سلام. رامز على MBC مصر، رمضان يجمعنا.